في يوم من الأيام اتنين كانوا زمايل في المدرسة من 30 سنة بيتقابلوا صدفة في محطة القطر. واحد تخين باين عليه العز، حاطط برفيوم فرنساوي ولابس شيك وباين عليه إن هو عايش ملك. التاني رفيع معاه شنط كتير وكراتين ومراته وراه وشها أصفر وابنهم ماسك في ديل الفستان بتاعها وخايف. الرفيع أول ما شاف التخين خده بالحضن والبوس وقال له ازيك يا راجل، فاكر أيام المدرسة؟ فاكر لما اتقفشنا؟ فاكر الناظر؟ والتاني قال له يا دي كانت ايام جميله، كانت احلى ايام في حياتي. وساله انت شغال فين؟ الرفيع قال له انا موظف درجه 7 والمرتب على قده، ومراتي بتدي دروس في الموسيقى عشان تساعدني في المعيشه ونكمل الشهر. التخين بص عليه بكل احترام وهز له راسه وقال له ببساطه وانا مستشار في قصر القيصر. الرفيع اول ما سمع كلمه قصر القيصر، مستشار قصر القيصر، اتب وبص في الارض وغير لهجته. قال له عفوا يا صاحب السعادة، فلم أكن أعلم، أرجو المعذرة على هذا الخطأ الفادح. الراجل بص له وقال له أنت بتكلمني ليه كده؟ ما احنا أصحاب، احنا زمايل في المدرسة، أنت غيرت لهجتك معايا ليه؟ الرفيع بيأتب ويبص في الأرض ويقول له إنه لشرف عظيم يا صاحب السعادة أن يصبح أحد أصدقاء طفولتي من الأكابر. التخين لقى إنه مفيش فايدة وإن هو مكمل في التذلل، راح مديله إيده عشان يسلم عليه ويمشي. الرفيع بيقتب اكتر، بيسلم عليه بثلاث صوابع كانه هينفخ فيه ويطيره. التخين يبص عليه بحزن ويمشي.